إرادة حرة، كلمة الحق، ضمير الوطن في ثورة شعب. على برلمانيات صوت مصر. برلمانيات برنامج من إعداد وتقديم نشوى بكري. إصرار على تغيير المصير بمسيرة شعب نحو الديمقراطية والتحرير للعبور لمصر الجديدة هو ما نناقشه في حلقات برنامجنا برلمانيات. أنا الشعب وأنا الشعب، أنا الشعب وأنا الشعب، لا أعرف المستحيل ولا أرتضي بالخلود بديلا. أكثر من 2000 مشروع تغطي 7 محاور رئيسية في تقرير أداء الحكومة أمام البرلمان مع مطلع العام الجديد. تحت شعار الشفافية والمواجهة دعائم الإصلاح لمستقبل واعد وطموحات عريضة، انتهت الحكومة من إعداد التقرير الشامل للأداء خلال النصف عام الماضي من مارس وحتى سبتمبر 2016، وذلك استعدادا لمناقشته بمجلس النواب. وتقرير الحكومة سوف يحال إلى مجلس النواب مع مطلع العام الجديد. هذا ومن المنتظر أن يناقش التقرير في جلسات المجلس العامة بحضور رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل وعدد من الوزراء. وصرح مصدر مسؤول في مجلس النواب بأن التقرير لن يناقش في لجان المجلس أسوة ببيان الحكومة، وسوف يكتفى بمناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب. التقرير الذي جاء في 300 صفحة يجسد واقعا لإنجازات تمت عبر تحديات، ويعكس طموحات يتوجه بها للعمل والعطاء للمواطن المصري خلال الفترة القادمة، لما بقي من استكمال لمشروعات الخطة قصيرة ومتوسطة الأجل، وأخرى طموحة تصل لفترات تنفيذها 5 سنوات. يشمل تقرير الحكومة التفاصيل الخاصة لجميع المشروعات التي تمت أو جاري تنفيذها أو تحت الدراسة، والتي تبلغ 2021 مشروعا و170 برنامجا و217 تشريعا وقرارا جديدا لتيسير الخدمات على المواطنين وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتشجيع الصادرات. كما كشف تقرير الحكومة عن عدة خطوات لتأسيس نظام ديمقراطي سليم، مثل إقراره مشروعات قوانين خاصة بترسيخ البنية الديمقراطية وتدعيمها من مجلس النواب، وإحالة 53 مشروع قانون لمجلس النواب وافق المجلس على 28 منها، وتبقى 25 مشروع قانون تحت الدراسة باللجان النوعية بالمجلس. مستمعينا، يسعدنا أن يكون معنا سيادة النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بالمجلس وعضو مجلس الشعب عن قائمة في حب مصر. أهلا وسهلا بسيادتك سيادة النائبة، وكل عام وحضرتك بكل خير. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المستمعين، وكل سنة وكل مصر طيبة، ويا رب يكون دايما من تقدم لتقدم ونكون أفضل السنة الجاية إن شاء الله. سيادة النائبة، على مدار عام البرلمان المصري يسعى من أجل مشاركة الحكومة والقيادة السياسية في الدفع بمصر نحو التقدم ونحو التنمية. فحضرتك تحدثينا عن أبرز إنجازات المجلس وكيف كانت له بصماته في مؤازرة الحكومة في تنفيذ خطط التنمية. حقيقة هو بس المجلس النواب لازم السادة المستمعين يبقوا عندهم اليقين ان مجلس النواب مش بس هو مجلس تشريعي فقط، ولكن هو ايضا له دور قوي جدا، وهو مجلس رقابي ايضا على عمل الحكومة.
فبالتالي كان لنا شقين مهمين جدا خلال 2016 في اولا الصفه التشريعيه، وهو خروج هذا العدد من القرارات القوانين اللي كانت موجوده، قرارات بقوانين، والقوانين 340 قانون اللي تم اخراجهم. كان في مجموعه من القوانين بعد كده، ومن ابرزها كان قانون الهجره غير الشرعيه. لكن خلينا نقول ان مجلس النواب كان عرض مجموعه كثيره جدا من القوانين وتعرض ليها. كان في مناقشات كثيره جدا في خلال هذه الفتره. الاجمل ان كان في عدد من طلبات الاحاطه والبيانات العاجله التي لم يتم عرضها في مجالس سابقه على تاريخ المجالس السابقه كلها، المجالس النيابيه السابقه. لكن قدر مجلس النواب خلال الفتره دي ان هو يقدم للحكومه ويوجه الحكومه للتراك الحقيقي او المسار الحقيقي للحكومه في الفتره اللي فاتت. وساعدنا الحكومه في حاجات كتيره جدا، لان اكيد احنا كلنا اذا كان مجلس نواب او حكومه، طبعا بالقياده السياسيه الموجوده كلنا هدفنا واحد، فكان لازم يبقى في توجه في الفتره دي من خلال مجلس النواب ومن خلال الحكومه لدعم الحكومة بشكل قوي في الفترة دي. اسمحي لي سيادة النائبة عن التشريعات الذي صارع المجلس باتخاذها من أجل الاستثمار ومن أجل الدفع بإجراءات الإصلاح الاقتصادي نحو الأمام، نمنح نظرة متفائلة في الغد للمستمعين. هو ده اللي جاي بقى اللي احنا بنتكلم عليه ان شاء الله. طبعا هيكون في امل كبير جدا، لان قانون الاستثمار المفروض ان هو يدخل على وشك ان هو يدخل مجلس النواب للمناقشه فيه داخل اللجان ثم الجلسه العامه واعتماده. الحكومه قدرت ان هي تعمل فيه جلسات كبيره جدا، ويمكن 4 جلسات مختلفه، وطلع 3 مسودات لهذا القانون الى ان وصلوا حتى المسوده الثالثه للقانون اللي تم التوافق عليها من مجلس الوزراء. وان شاء الله هيتم عرضه في الفتره القادمه لدعمه، واحنا كلنا منتظرينه ان احنا فعلا يتم مناقشه هذا القانون ليكون هناك استثمارات حقيقيه ودعم حقيقي للمستثمرين في مصر عشان نقدر نعمل حاجه في المرحله القادمه. أنا بقول لحضرتك يمكن من أبرز الأشياء اللي موجودة داخل مجلس النواب الحالي وجود حتى قانون لمجلس النواب نفسه. الأول كانت بتبقى لائحة داخلية، وهذه اللائحة بيتم اعتمادها فقط، لكن الآن أصبح بناء للدستور 2014 كان لازم يبقى فيه قانون لهذه اللائحة الداخلية للتشكيل مجلس النواب. ومن أبرز هذه القوانين هي وجود لجنة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لأن طبعا أكيد إحنا كلنا مؤمنين أن لن تخرج مصر من الحالة الاقتصادية الراهنة إلا بوجود مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في الفترة اللي جاية، حتى يكون هناك اقتصاد قوي حقيقي داخل المجتمع المصري. سيادة النائبة، لجنة المشروعات الصغيرة هي لجنة مستحدثة في المجلس. فعلا بناء على قانون الممثل للائحة الداخلية لمجلس النواب. وهذه اللجنة حقيقة قامت بعمل كبير جدا في الفترة الماضية. يمكن خلال الدور التشريعي الفائت كان في مشكلة بالنسبة لنا ان احنا مش قادرين نستوعب مين هو المختص بالمشروعات الصغيرة في مصر. فلاقينا ان كل الوزارات والهيئات معنية بالمشروعات الصغيرة، ولكن لا جدال على الارض، يعني مفيش حقيقة موجودة تقدري حضرتك تراقبيها بشكل واقعي. لكن قدرنا الحمد لله ان احنا نوجه الحكومة بعمل مجلس خاص بالمشروعات الصغيرة حتى تكون هناك مسؤولية كاملة عن المشروعات الصغيرة في مصر، ويتم إدراك كل ما هو مشروعات صغيرة في كل الهيئات والوزارات إلى هذا المجلس. بتمنى إن شاء الله احنا في المرحلة القادمة أيضا ان هذا القانون وهو قانون الاستثمار يخرج الى النور بسرعه، لان احنا كلنا كنواب متحفزين جدا لخروج هذا القانون. ايضا بنتمنى ما من الحكومه ان هي بعد خروج هذا القانون ان تكون هناك لائحه التنفيذيه على وجه السرعه ايضا، لان مصر محتاجه هذا القانون بشكل كبير عشان نقدر فعلا المواطن المصري يحس بتغير ومردود اقتصادي سريع على حياته اليوميه.
أكيد إن الأمل موجود، أكيد إن مصر بكرة أفضل، أكيد ثقتنا بالله سبحانه وتعالى ثم ثقتنا بأنفسنا وبالقيادة السياسية إن احنا كلنا محتاجين نثق ونقول فعلا إن بكرة و2017 إن شاء الله هتكون أفضل كتير جدا من 2016. ورغم كل المعاناة اللي احنا شفناها ورغم كل الدم اللي كان موجود وولادنا إذا كانوا في سيناء أو في الكنيسة أو الإرهاب اللي موجود في كل العالم ده، رغم ان مصر هتفضل قوية، احنا هنفضل بولادها وبناسها وبأملهم وطموحاتهم ان مصر بكرة وفي 2017 ان شاء الله هتبقى افضل كتير جدا من 2016 بالنسبة لنا. سيادة النائبة هالة، استعدادات على قدم وساق من قبل مجلس النواب لاستقبال تقرير الحكومة وما يتضمنه من تقرير خاص بإنجازات الحكومة على مدار 6 أشهر الماضية و2000 من المشروعات التي تعطي 7 محاور رئيسية عن أداء الحكومة سيتم تداولها للنقاش في جلسة سيتم تداولها للنقاش في جلسة البرلمان العامة خلال هذا الأسبوع. تقييم سيادتك لأبرز ملامح هذا التقرير وما تعرضه الحكومة من إنجازاتها وأدائها على مدار 6 شهور الماضية؟ هذا التقرير مهم جدا لأن احنا من اعتمدنا مجلس النواب من اعتمد خطة الحكومة في بيان الحكومة السابق، وتم اعتماد هذه الخطة بناء على برنامج تنفيذي محدد وأيضا موازنة محددة. فبالتالي كان لازم يبقى في تقرير للحكومة يقول احنا عملنا ايه وايه اللي قدرنا عملناه، وتطابق هذا التقرير على ما تم اعتماده في بيان الحكومة سابقا. اكيد ان احنا كمجلس نواب لنا طموحات زينا لان احنا من الشعب. أعزائي المستمعين، حتى يحين موعدنا القادم وكل ما يدور في أروقة البرلمان من موضوعات ومن نقاشات ويهم المواطن المصري في الداخل والخارج